3 عادات مالية بتعطلك وبتدمر مستقبلك، وهقولك ازاي تتخلص منهم نهائيا. واخر واحدة اهمهم. اول عادة انك تعتمد على مصدر دخل واحد. لو دخلك جاي من حتة واحدة انت فعليا ما عندكش اي امان مالي. وظيفتك، مشروعك، عميلك، لو واحد فيهم وقف يوم انت بتقع معاهم. واكتر ناس اتدمرت ماليا مش اللي بيصرفوا كتير، اللي اتكلوا على دخل واحد بس. زمان كان يمشي، بس دلوقتي التضخم، الاسعار، المنافسه خلوا الاعتماد على مصدر واحد مخاطره مرعبه. الناس اللي بتكبر بتشتغل على حاجه واحده، تفتح باب تاني للدخل حتى لو صغير، وهو ده اللي بيغير اللعبه كلها. تاني عاده انك مش عارف تصرف كام ولا بتكسب كام. اللي يعرف ارقامه دايما سابق اللي عايش يتمنى يبقى غني وهو مش فاهم الموضوع اصلا. ابدا ببساطه، مصاريف اساسيه، مصاريف رفاهيه، مصاريف مستقبل زي ادخار او استثمار. ولما تشوف وتتابع ارقامك بجد هتكتشف مصاريف عمرك ما كنت واخد بالك منها بتستنزفك كل شهر، وهتتفاجئ قد ايه جزء كبير من فلوسك كان بيطير من غير ما تحس. ولاول مره هتعرف تتحكم فيه بدل ما هو اللي يتحكم فيك. تالت عاده والاخطر انك بتدفع لنفسك اخر واحد. اول ما القبض ينزل الناس تعمل نفس السيناريو، خروجات، عشا بره، سفر، نعمل ابجريد للموبايل، وبعدين يشوفوا اللي فاضل ويحوشوا منه. انما الصح ادفع لنفسك الاول. خد على الاقل 10% من الدخل بتاعك وكانه ما جاش. حوشه، استثمره، المهم يروح لجيبك انت الاول. اعمل نفسك غني قبل ما تعمل الناس اغنياء. لو بس اتخلصت من ال3 عادات دول طريقك لتحسين وضعك المالي هيبقى اسرع مما تتخيل. وعلشان تبني عقلية بتعمل فلوس، خلي دي مش اخر مرة تشوفني.